أهلا بيكم. تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض وصفة أنا بسميها وصفة المستعجلين. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وعايزة أقول لكم كمان رغم إن هي وصفة سريعة بس طعمها حلو جدا. هنعمل كمان معاها كبد فراخ، وهعلمكم ازاي تتبلوها بطريقة حلوة وبسيطة وتطلع معاكم طعمها حلو قوي. شايفين بقى قد ايه الطبق شكله حلو وجميل وسهل وبسيط جدا، وعملنا كل ده في نص ساعة. يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملنا الكلام الجميل ده ازاي. كل المكونات دي هتلاقوها في الكابشن. عندي معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت، هنزل بيهم في بان تكون سخنة، وهنزل ببصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم. هقلب البصلة دي كويس قوي لحد ما لونها يبقى ذهبي. هشيلها بسرعة من على النار وهحطها في طبق علشان ما تتحرقش. في حلة تانية هحط معلقة من الزيت ومعلقتين من الزبدة. ممكن ان انتوا تستغنوا عن الزبدة لو انتوا حابين، انا بديكوا الريسيبي الاصلية وانتوا بقى حرين تحطوها او تشيلوها. هحط 4 معالق من السكر الابيض وهقلبهم كويس قوي، ولازم ايدي تفضل فيهم تقلب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده علشان ما يتحرقش لحد ما لونه يبقى جولدن بالشكل ده. وما تخافوش، السكر مش هيدي تسكير للرز بس هيديله لون حلو. هنقلب الرز كويس قوي زي ما انتوا شايفين لحد الرز ما يسخن معايا وتبقى حباته سخنة. هنزل بقى بالبصلة اللي انا حمرتها في الاول وهقلب كويس قوي كل ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالتوابل كلها مرة واحدة، وانا كاتبالكوا التوابل اسفل الفيديو. طبعا ملح وفلفل ده اساسي، وممكن كمان نحط ورق لورا، انا نسيت احطه، ممكن انتوا تحطوه هيدي للرز طعم حلو جدا. هبتدي بقى ان انا اجيب المية السخنة وهنزل بالمقدار المناسب من المية، وهقلب كده علشان اتأكد ان المية نزلت في الرز كله. ههدي النار واغطي الحلة واسيبه يستوي على جنب. بعد كده هحط معلقة من الزيت والزبدة برضو، وعندي شوية من المكسرات. ممكن ان انتوا تستخدموا اي نوع مكسرات تكونوا بتحبوه او متوفر عندكم. حمرت اللوز شوية كده ونزلت عليه بالزبيب، حمرتهم الاتنين مع بعض كويس قوي، واول ما بدأوا ياخدوا لون ذهبي كده شلتهم من على النار وحطيتهم في طبق علشان ما يتحرقوش. هشوف بقى الرز هنا وكده الرز تقريبا استوى. هجيب نص كمية المكسرات وهنزل بيها على الرز وهقلب بقى. عايزة اقول لكم ان المكسرات لما بنحطها على الرز وهو تقريبا استوى بتديله نكهة وريحة ذكية جدا. هنغطي بقى ونسيب الرز 5 دقايق وبعد كده نشيل الرز هو خلاص استوى. في بان تانية بقى هنسخن معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة من الزبدة، وننزل بقى بالكبد اللي احنا غسلناها ونضفناها ونشفناها كويس قوي. هنحط بقى عليها شوية من الفلفل ده أساسي، وشوية من الملح، معلقة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة من القرفة. أهدي النار علشان الكبدة ما تتحرقش وتاخد لون غامق. هبتدي ان انا اقلب الكبدة كويس قوي. بعد كده هنزل بمعلقتين من الهوت صوص، وده اختياري للي حابب. معلقة كبيرة أو معلقتين من دبس الرمان. عايزة بقى أقول لكم إن دبس الرمان هيودي الكبدة في حتة تانية خالص، هيخلي طعمها رهيب. هقلب شوية حلوين كده زي ما انتوا شايفين. وخلاص هنا الرز بقى عندي استوى وشكله حلو قوي وريحته بقى طالعة ومالية المكان بشكل مش طبيعي. وهنا خلاص بقى كمان الكبدة استوت. عايزة أقول لكم ما خدتش معايا ربع ساعة. هشيلها بقى من على النار علشان ما تغمقش. شايفين بقى الرز شكله حلو ازاي؟ عايزه اقول لكم يتاكل اكل كده من جماله. هبتدي ان انا اشيل الرز وهبدأ بقى ان انا اسيرفد الرز بقى بشكل حلو كده. شايفين بقى وهو سخن بقى والبخار طالع وريحته جميلة قوي، والمكسرات بقى اللي احنا حطيناها وهو بيستوي. عايزه اقول لكم شكلها جميل جدا. شايفين بقى المنظر؟
خطير يا جماعة. أنا ممكن عايزة أقول لكم ممكن إن احنا ناكل الرز كده لوحده من غير أي حاجة خالص. ممكن بقى طبق الرز ده تعملوه جنب أي نوع لحوم انتوا عاملينها، أو تاكلوه كده لوحده كده حلو جدا. هبتدي بقى إن أنا أزينه بشوية من المكسرات اللي أنا حمرتهم. عايزة أقول لكم كنت مبسوطة قوي من الريحة وأنا بحط بقى المكسرات عليه كده. يا جماعة بجد دي لوحة فنية. هاخد بقى الكبدة اللي احنا خلصناها بقى وعملناها بالتتبيلة الخطيرة دي، وابتدي بقى ان انا احطها على الرز زي ما انتوا شايفين كده. قدموا بقى الطبق ده زي ما انتوا حابين، قدموا الرز لوحده والكبدة لوحدها، عايزين تقدموها بالشكل اللي انا عملته ده. وهنحط عليها بقى شوية كده من المكسرات على الكبدة من فوق، وغرقوا بقى الطبق أي نوع مكسرات متوفرة عندكم. لو حتى سوداني بس ما يكونش مملح. قدموا الوصفة دي وجربوها وأنا متأكدة جدا إنها تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك للفيديو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم.